بوشكاش شخصية نادرة الوجود، خفة الدم، وعلمته الشتيمة أنا برضو المصري يعني بسلم على الناس ويشتمها، قال يعني دي التحية. حصل موقف عجيب بقى مع بوشكاش والدزوي. جم ناس في منطقة عندنا في بورسعيد اسمها القبوطي. القبوطي دي الزرايب بتاعت اللبن، الجاموس ياخدوا منه اللبن ويوزعوه وبتاع. منطقة في بورسعيد مشهورة جدا. واحد عاوز يعمل ماتش اعتزال، بيلعبوا كورة برضه وكده، فالدزوي دعوه هيجي، فجم قالوا لي ممكن بوشكاش يجي؟ قلت لهم بوشكاش؟ قالوا نبا كابتن وي وي وي. فرحت له بقى قلت له يا مستر بوشكاش في منطقة هنا زي الريفيرا الإيطالية، ملعب ترتان والجمهور كله بالسموكين وي 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 وي، ونروح عاوزينك انت بالذات. ودزوي، فاكر كابتن دزوي لعب ضده بقى المجر، ومصر هنا زمان كسبونا 11 كان براسكوس جون، قالوا نجم المباراه براسكوس طلع 5000 جون باين. المهم ايه، ورحت لمدير النادي كان مصطفى الشناوي، راجل حازم جدا، قلت له يا كابتن الناس طالبينك، وما حدش قال لي هاته، قلت له كان لعيب كوره جامد في مصر، قلت له طالبينك عشان المباراه دي يعني وكده. رحنا خدت بوشكاش ورحنا، واحنا داخلين بقى القبوطي في ريحه الجاموس والبقر والحاجات دي، ابتدى يشم، ابتدى وشه يتهز، وما يتعصب خد ويرقص. انا شايفه خد رقص وانا سايق العربيه، هيضربني، بيضرب هو يا غاوي يحب يضربك وكده. دي ريفيرا ويشتمني كلب كلب كلب، دي ريفيرا كلب كلب. وصلنا الملعب، رحت ايه نازل من العربيه، وهو نزل راحوا ملمومين عليه بقى، مفيش بقى سموكن بقى، كله لابس لبس عادي وجلاليب وحاجات وبتاع، ويمسكوه ويشدوا ويبصوا عاوزنا انقذه، يعني انقذ مين انا؟ المهم وصلنا اوضه اللبس بالعافيه، دخلنا الاوضه ما كانش فيها شباك وبتاع، فضلنا شويه كده، قلق هو من الاوضه يعني. الدزو كان عشان يلبس الدزو كان 60 سنه وقتها، فبص كده لقى فخد الكابتن سيد رفيع بقى، كبر الراجل، قال لي دي دزوي؟ قلت له دي دزوي. هز دماغه، لا تتخيل الضحك، هو عاوز يضحك وهيموت ازاي. بوشكاش العظيم الملوك بيقابلوه، يروح الزراج، يروح بالطريقه دي يعني. المهم لبسنا ونزلنا الملعب، واحد واقف على بعد كيلو كده قبضايه لابس برنيطه قدام البحيره، بحيره المنزله، وبيزعق للعمال وبوشكاش ده شاط دانا راحت جايه في دماغ الراجل، الراجل بقى في الميه اللي هو بيزعق وقالب الدنيا ده، وراح طالع غرقان. مين اللي ضربني بالطوبه؟ طوبه هي الكوره جت في دماغه. المهم ثلاث تجوان يجيبهم بوشكاش، والدزو يجيب جون يوميها. يوم تاريخي بقى. فقال لي قول مستر دزو ان انا عازمه على العشاء يعني. هو كان كريم جدا صراحه. رحنا مكان فيه شرب، اشربوا بقى، وانا قلت ما بشربش، اكل كده حاجه. المهم الدزو قال لي قول له ان هو احسن لعيب في العالم. فقلت له مستر بوشكاش، مستر دزوي tell you the best player in the world، انت اعظم لاعب في العالم. قال لي نو. قلت له نو ايه؟ قال له قول له هو اعظم لاعب في العالم. ما هو شربوا بقى، ده يقول ده اعظم لعيب وده يقول اعظم لعيب، ابتدوا يشتموا بعض الاثنين، وانا هموت من الضحك، مش قادر امسك نفسي. وراحوا قايمين، انا قلت هيضربوا بعض الاثنين، وراحوا معيطين والله كده، وراحوا حاضنين بعض، وكل واحد يضرب التاني على قفاه، وانا بقيت اعيط مش قادر على قفاه، طق 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 طق، خرب بيوتكم. وراح بوشكاش حط ايده في جيبه ب 500 جنيه مديهم لمين؟ الكابتن دزوي. نو هيمسكوا في بعض. قلت له كابتن خدهم بقى، الراجل بيديك هديه يعني.